الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه، حيث أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم السبت 29 من شعبان 1440 هجريا الموافق 4 من مايو 2019. لذلك فإن يوم بعد غد الاثنين سيكون قرة شهر رمضان لعام 1440 هجريا الموافق 6 من مايو 2019. عن الله على صيامه وقيامه وكل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية. طيب الله مساكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات، نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. حفل استقبال في السعودية للدبلوماسيين بعيد الاستقلال. انتخابات قضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح في عصب. إسرائيل تشن ضربات جوية ردا على صواريخ من غزة. كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري. والإعصار الثاني يقتل 12 في الهند ويجتاح بنغلاديش. نظمت السفارة الإيطالية في المملكة العربية السعودية حفل استقبال يوم 2 من مايو لأعضاء السلك الدبلوماسي بمناسبة الذكرى 28 لعيد الاستقلال. شارك في الحفل الذي نظم مسبقا لدخول شهر رمضان مستشار إدارة مدينة الرياض والسفراء الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة والضيوف المدعوون. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإيطالية السيدة وين غرزجيهر في الكلمة التي ألقتها أن احتفال الاستقلال لهذا العام يعتبر استثنائيا كونه يأتي بعد اتفاق السلام والتعاون التاريخي بين إريتريا وإثيوبيا ومناخ السلام الذي يعم منطقة القرن الأفريقي. وقالت أن المرحلة تتطلب منا العمل لتطور ونماء بلادنا والمساهمة بدورنا المتواضع لسلام وأمن المنطقة. وشكر التعاون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ونظم في المناسبة عرضا مصحوبا بالفيديو لفرص الاستثمار والسياحة في إريتريا وفعاليات ثقافية أخرى. جرت في ضواحي شيخاتيتو وعصبي وبلنكوما بمديرية عصب انتخابات القضاة ولجان الصلح للمحاكم الأهلية. وأوضح مدير مديرية عصب السيد تسفاي في المناسبة التي قدمت فيها تقارير عن أنشطة المحاكم الأهلية لحل القضايا بالصلح والحكم أن المحاكم الأهلية قامت بأعمال ناجحة في السنوات الماضية وتعمل حاليا بهيكلية تسمح لتقديم خدمات ترسخ عرف حل القضايا وتطويرها. وأوضح الناخبون أن انتخابات لجان الصلح يعتبر مواصلة للبرنامج المعمول به ليدار الشعب وينظر لقضايا بالإدارة والقضاة الذين تم انتخابهم. وقد كانت المشاركة كبيرة لانتخاب ذوي الكفاءة. وقدمت في المناسبة الشهادات ل9 قضاة انتهت فترة عملهم بينهم 3 امرأة تقديرا لإسهاماتهم. عقدت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر مؤتمرها الثاني يوم 3 من مايو، وقيمت أنشطة السنوات الثلاث الماضية وانتخبت هيئة إدارية جديدة. شارك في المؤتمر حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو ورئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إريتريا العميد تكي رسم، والأمين العام للجمعية السيد سامسون قبر سلاسي ومسؤولون آخرون ومهنيين وصحيون. وقيم المؤتمر تنفيذ أنشطة فعالة لضمان توفير الدم، لكن عدم وجود فرع بنك الدم في الإقليم يتسبب في تلف الدم المتبرع به سريعا، مما يتوجب إقامة بنك الدم الإقليمي. وقدم المدير الطبي لمستشفى مصوع توضيحا حول المصاعب التي كانت لنقص الدم وجهود حلها، وتم تقديم شهادات شكر للمتبرعين النموذجيين للدم. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان أهداف الجمعية وأهمية التبرع بالدم ووجوده في المؤسسات الصحية ورسالة التبرع بالدم والحملات الثلاثة التي جرت في أوساط الشعب للتبرع الطوعي للدم ودورها في التوعية. وأشاد حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو
بأنشطة الجمعية داعيا المواطنين للتبرع الطوعي للدم لإنقاذ الحياة. بحث ممثلو سكان مديريات أفعبته وفرو وقلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر لدى لقائهم مسؤولو مختلف مؤسسات الحكومة والجبهة تنفيذ برامج التنمية الموضوعة لهذه السنة وفيما بعدها. ووجهت في الاجتماعات الدعوات للعمل المضاعف لتنفيذ فاعل لبرامج التنمية الموسعة هذا العام. وذكر بأن مؤسسات الخدمات الاجتماعية تسهم لتحسين حياة المواطنين، لكن ازدياد أعداد السكان نتيجة تجميع القرى أدى لنقص في الخدمات التي منح حلها الأولوية. ودعا المشاركون في الاجتماعات لحل مشكلة الطرق في المديريات لتسهيل الخدمات وضمان توفير مياه الشرب الصالحة وصيانة طريق أم فرو وتوسيع انتشار خدمات الهاتف النقال. نظمت دورة تأهيلية ل40 امرأة في حقات لضمان صحة الأمومة والطفولة. ونظمت الدورة التأهيلية التي استمرت ل3 أيام من الأول وحتى 3 مايو مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة لمكافحة الأمراض المعدية عامة ومرض الإيدز خاصة وضمان رعاية الأمومة والطفولة. وأوضح مسؤول الإرشاد والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد برهان عندهم أن أنشطة التوعية المكثفة بمرض الإيدز ساعدت لخفض الكبير في الإصابة بالمرض، وعلى المرأة رفع وعيها الصحي للسيطرة تماما على هذا المرض. في غضون ذلك قدم السيد يوناس العزار من مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية شرحا موسعا للمشاركات في الدورة حول حقوق الطفل والعادات الضارة والوسائل التي يجب على المجتمع اتباعها لمحاربتها. وقدمت مسؤولة الإدارة والمالية في مكتب الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة تيون عوبا ميكال توضيحا حول المساواة في الأسرة بالنظر للأهداف الاجتماعية المرجو بلوغها. إلى فاصل قصير مشاهدينا الأفاضل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال الجيش الإسرائيلي أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية اليوم السبت، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية. وقال راديو الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 50 صاروخا أطلقت على مدى نحو 30 دقيقة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل. ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين، إذ جرى اعتراض الكثير من الصواريخ. كما هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار. وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة أن 3 فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية. ويأتي تصاعد العنف بعد مقتل 2 من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير القطاع في ضربة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربة كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود. حثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. وقالت إنها قلقة بشدة بشأن إطلاق بيونغ يانغ صواريخ قصيرة المدى. وقالت الحكومة أيضا أنها أحدث خطوة أقدمت عليها بيونغ يانغ تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين. هذا وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017، مع تصعيدها الضغط على واشنطن بعد فشل القمة النووية. وقال مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة وانسان. وقال المكتب أنه يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية أوديشا بشرق الهند إثر الإعصار الثاني الذي اجتاح البلاد قبل أن يتحرك شمالا إلى بنغلاديش، حيث نقلت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص إلى مناطق آمنة.
وفي ذاكا عاصمة بنغلاديش قال مسؤول بوزارة إدارة الكوارث أن موجات المد الناجمة عن الإعصار لا تزال تخترق الحواجز وتغمر عشرات القرى المنخفضة على سواحل بنغلاديش. وجرى نقل نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر في بنغلاديش إلى نحو 4000 ملجأ. وفي الهند بدأت السلطات في تقييم حجم الأضرار التي خلفها الإعصار فاني. وذكرت وسائل الإعلام أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء ولاية أوديشا معظمهم بسبب سقوط أشجار، لكن إجلاء 1.2 مليون شخص خلال الساعات 24 الماضية التي سبقت وصول الإعصار المداري جنبت البلاد خسائر بشرية كبيرة. وختاما في هذه النشرة، انزلقت طائرة من طراز بوينغ 737 تحمل 136 راكبا وسبعة من أفراد طاقمها إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد هبوطها، فيما تعرض 21 من ركابها إلى مختلف الإصابات. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد الشرطة أن كل الأشخاص الذين نقلوا إلى مستشفى العلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم جيدة. وقال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية أن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو في كوبا انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج. المشاهدون الفاضل، في الختام لا يسعنا إلا أن نقول أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم السبت 29 من شعبان 1440 هجريا الموافق 4 من يونيو 2019. لذلك فإن يوم بعد غد الاثنين سيكون قرة شهر رمضان لعام 1440 هجريا الموافق 6 من مايو 2019. أعنا الله على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بألف خير.